يا اخوانا، رسميا الكاف بيفتح تحقيق ضد منتخب الجزائر للسيدات بسبب احتمالية تالت، ركزوا، بسبب احتمالية مخالفة قوانين البطولة وعدم احترام البلد المستضيف، بعد ما انتشرت صور وفيديوهات بتوثق تخطيط شعار الجامعة الملكية المغربية وحذف اسم المغرب من شعار البطولة. على الناحية التانية الرد الجزائري ان كل الكلام ده مش صحيح، كل الكلام ده ما حصلش. الهدف من الحملة دي هو تشويه بعثة منتخب الجزائر واخراج لاعبات منتخب الجزائر بره تركيزهم. فانتوا اكتبوا لي رايكم في الموضوع. الكاف طبعا اللي هيحكم في الموضوع ده. نتمنى التوفيق للدولتين. وبصراحه يا اخوانا وبكل امانه، هم المنتخبين الوحيدين اللي عندنا في البطوله دي. تونس ملهاش حظوظ تصعد، مصر ما شاركتش، فما عندناش غير الجزائر والمغرب، والاثنين صعدوا من مجموعتهم تقريبا يعني صعدوا مش رسمي بس صعدوا، من انا بقول لك الاثنين صعدوا 4 نقط باربع نقط. فنتمنى ان هما الاثنين يوصلوا النهائي من غير مشاكل، وهم حبايب وخوا. اكتبوا لي رايكم في التعليقات. حبايب قلبي، دي ما مغرب تحل الجزائر. حبايب قلبي، سلام.